اليوم بدنا نعمل موديل تاني من الشوكولا اللي هي كنتم تعرفوها الأغلب، ما حدا ما بيعرفها، اللي هي شوكولا دبي. بس أكيد بدي أعملها بشوكولاتة ستيفيا اللي هي بلا سكر، معمولة بستيفيا بديل السكر. عندي هاي لوحين شوكولا أو حسب قديش بدنا نعمل. طبعا قالب اللي بدي صب فيه الشوكولا لحتى ياخد شكل قلب الشوكولا، زبدة فستق حلبي. تمام. هاي شعيرية اعتقد افغانية اسمها او هيك شي، اللي بيعرف شو اسمها يخبرنا، بس مش الشعيرية العادية، بتشبه عجينة الكنافة بس بنجيبها إلها تبقى مثل كيس الشعيرية ونحن بنكسرها كيف بدنا. واكيد فستق حلبي. تمام. حبلش اول شي طري الشوكولا عن طريق الميكروويف عشان نحطها لدوبها اكتر بكاسة بقلب كاسة مي سخنة. خلينا ندوب فرجيكم سوا. هاي الشوكولا عندي دابت بالميكروويف. بتنتبهوا نوعية الشوكولا، في شوكولا بتبقى الغلاف تبعها بيفتح فبعبي الدنيا ببهدلها، ديروا بالكم. هلا دابوا بدي اقصهم وفضيهم بهذا الصحن. هون في مي سخنة، وهون هيدي كان فيها شوكولا زادت عنكم شوكولا بكعب الصحن، بتحطوا مي سخنة وبتحركوها تلاقوها دابت لحالها. خلينا نقصها هولي ونحطهم معهم. تمام. هي قصيتها، بدي انزلهم على الصحن. اوكي، حطها هون هيك، رح احط شوكولا هون. هاي الثانية عملت لنا كمية، انا يزيد عندي ولا ينقص. اوكي. طيب بحركهم لقيت المي بردت، برجع بغيرها، بضلوا طرايا عندي ما بيقسوش، هيك بقدر تشتغل فيهم كيف بدي. هلا بدنا نبلش نعمل بالخليط الحشوة تبعت الشوكولا. هاي الشعيرية توكل عنها هيك كيف شكلها. انا قصقصتها صغيرة، هي بيكون مثل هول طوال، انا بقصقصهم صغار. فيكم تجيبوا عجينة الكنافة، بس لا هيدي معروفة كتير رقيقة وهينة كمان، ما بتضطرين تجيبوا كمية كبيرة منها. خلينا هلا نجهز الحشوة. نحط هولي هون، نحط فوقهم زبدة الفستق السوداني، هاي قلبها شايفين كيف هي، زبدة الفستق الحلبي يا ربي، كمان البيستاتشو. نحطه منيح عادي. على فكرة انا ما بحب زبدة الفستق الحلبي، بس مع الشوكولا طيب، يمكن عشان الشوكولا مع بعضهم ما بعرف. هاي انا اللي ما بحبه يا ربي بالشوكولا اللي هي بدي احط فستق حلبي. بشوكولا دبي الموجودة بالمحلات انها كتير حلوة، كمية الحلو تبعها مش طبيعية. خلينا نحركهم مع بعض، ما بدي اضيف ولا شي حلو هون. نحرك منيح، ما بدنا نزيد فستق حلبي، زبدة فستق الحلبي. خلينا نخلطهم سوا ونشوفهم سوا. اوكي، انا حسيت انه بدي ازيد زبدة فستق حلبي لانه كتير ناشفة، يعني اوكي بدي اياها يكون في نشفان بس مش لهالدرجة. خلينا نزيد. دقت على الفستق، زبدة الفستق الحلبي منا حلوة. اوكي نشوف كيف بدنا نحطهم سوا. لاني حاطة الكاميرا، او وسخت ايدي، لاني حاطة الكاميرا وعم صور، فكتير بركز كيف عم يصير التحريك. خليني احركهم لحالي وفرجيكم اياهم. هاي صارت عنا جاهزة. هلا خلينا نحط مكبين زبدة الفستق الحلبي على جنب، كمان الحشوة اللي جهزناها حشوة الشوكولا على جنب، ونجيب القالب نحط اول طبقة شوكولا ونخليها تبرد. ايه ليه؟ عشان بدنا نضغط عليها، هيدا من الجلي مبرقة، عشان بدنا نضغط عليها الحشوة لان الحشوة جامدة مش طرية. تمام. هيك بدنا نحط اول طبقة
نتركها تبرد، نتفي بتطولش وبتبرد وبتقسى. وهاي عم نحط الشوكولا. رجع بقول اذا حسينا الشوكولا جمدت كتير عادي بنغير المي تحتها، يعني بترجع نحركها نتفي، بترجع كيف بدي اقول مرقة اكتر. تمام، يعني بطل جامدة. هاي حطينا طبقة الشوكولا، بدي احط على الاطراف كمان. اوكي، على الاطراف كلها عشان تغمر الحشوة غمر. ما بدي احطه بالبراد هلا، اخليه ياخد طراف شوي، او كيف حطهم شوي بالبراد دقيقتين، برجع بشيل الشوكولا الجامدة الطرية بحطها على جنب، او بحط طبقة تانية كرمال الطراف يكون عليها شوكولاتة. تمام، خلينا نبردها واعمل هالحركة وفرجيكم اياها. لا هيدي جبدت بس اكيد مش 100%. هلا انا بدي ارجع اكد على الاطراف هدول، بدي احط عليهم شوكولا، اضمن انه الاطراف كلها شوكولا. انا ما حطيت مي سخنه، رجعت على تحت الشوكولا بالصحن التحتاني لانه بدي اياهم جامدين كرمال اكسب وقت اكتر كرمال الاطراف. تمام، الشوكولا كلها هيدي ما بيروح في شي منها بيروح دعان. هلا فرجيكم شو بدي اعمل فيهم. شغله كتير طيبه، اطيب شي نعمل شوكولا نحن بالبيت وتكون مبسوطين فيها، انها بلا سكر. اوكي الشوكولا فيها دهون بس على القليل لما ناكل منها نكون عارفين انها خف سكر. تمام، اوكي خليه ارجع بردها عشان نحط الحشوة، بعدين بنرجع نشيلها نحطها على الوجه. يلا خلينا نبردها. بهالمرحلة تبرد الطبقة الأولى والأطراف بعد ما عملناهم. هلا بدنا نغير هاي المي، نحط مي سخنة مغلية كرمالها يصيروا كتير أسرع عشان نمد، عشان بعد ما نعمل الحشة نعرف نمد الشوكولا عليها. وهلا بعد ما بردت طبقة الشوكولا صار فينا نمد عليها الحشوة. خلينا نحط ونمد عليها. مش حيكون سهل الموضوع وانه صعب، يعني بدها يعني طولة بال شوي على انكم انتو تكونوا حابين الشغلة تطلع معكم مظبوطة. بدناش نعبيها على الاخر عشان ضل محل الشوكولا. وهي هون نحنا مديناها. هيدا لكم شغله، شو مشكله الشوكولا دبي؟ اغلب الشوكولا دبي موجوده بالاسواق. طبعا انا حاولت هون انظف قد ما فيي، مش مشكله، بس نقيم قلب الشوكولا سهل تنظيفه، اما سخنه بصير ما احلى. هلا وانا عم بحط الشوكولا عليها بقولكم شو مشكله اغلب قوالب شوكولا دبي او حبوب شوكولا دبي المنتشره بالاسواق. مشكلتها بكل بساطه، ما بعرف اذا بتعرفوا هالمعلومه عن الشوكولا، عن زبده الفستق الحلبي، انها اصلا مش حلوه، ما في حلاوه فيها، طعمتها عادي، يعني مش انه يعني منا حلوه. اوكي، فشو بيعملوا؟ بحطوا على زبدة الفستق الحلبي معها، يعني بحطوا مثلا حليب مكثف، بحلوها بطرق تانية، هيدا بيخليها مثل القطر. فتخيلوا كمية حلو بالحشوة مع حلاوة الشوكولا نفسها، فبتكون قلب الشوكولا شوكولا دبي حلو بشكل مش طبيعي. هلا انا شخصيا ما بحب، في ناس بحبوا، انا ما بحب. يعني طعمتها طيبة ايه، بس لما تكون حلاوتها مش كتيرة. يعني مرة دقتها كانت طيبة لأنها ما كانت حلاوتها كتيرة، بس بعدين كسح السوق الحلاوة الفظيعة، لهيك أنا عم بعملها حلاوة أقل وطعمة أكيد زيتها حتكون اللهم أخف حلاوة، وشوكولا أخف شو اسمه، أخف يعني بلا سكر. تمام،
هلا لو طلع زياده نحن بالقالب كله بيزبط. هلا بس نبرده. هاي انا غطيتها، خليني احطها لتبرد. اعمل هيك اتاكد انه ما فيش فراغات هواء. نعمل شوي هيك عشان بيطلع هواء. شايفين هون عم بيطلع هواء. خلي كل شي يتغلغل، الشوكولاته تاخد مكانها. هاي هون شايفين فتحة الهواء، نحن هذا ما بدنا اياه، فانا عم ساعدهم. لما طبطبت عم ساعدهم مثل قوالب الجبس. هاي اللي بيعرفوا بيعملوا جبس صلصال بدكن اياه بيعرفوا شو يعني لما يكون يتشكل فيه هواء عنا، وكيف نحن بنشيل الهواء لانه بيخرب كل شي تحته. طيب هاي هنا صارت جاهزة، خلينا نحطها لتبرد وبنشيلها سوا. اوكي بهالوقت لا تبرد فرجيكم شو بنعمل بالشوكولا الدايبة لنا. هيك هون شو بدي اعمل. عندي هيدا القالب قديم. اوكي بدي اعمل بهيدي مثل هاي. هون بحط شوكولا وبحط عندي بندق محمص بلا ملح. في فيديو فرجيتكم كيف نعمل مكسرات بالماء الهوائي بلا ملح، بيطلعوا كتير طيبين بشهوا وما بضروا. وبنرجع نحط عليها طبقة شوكولا، تطلع اطيب حبة شوكولا. اوكي خلينا نحط بالكعب عشان يلزقوا حبات البندق. اوكي ما في شي بيروح ديعان بالشوكولا الدايبة طالما انها طيبة. زي هاي هيك انا بفرجيكم اياهم. اوكي هلا بنحط حبة كل ميلة. هاي حبة داش الحبوب كاملة. هذا الحلو لما انتوا بتعملوا شغلة بالبيت، يعني تكرموا فيها، يعني بتكرموا فيها، ما بتقللوا، ما بتنقصوا على حالكم او على اولادكم او على اهلكم وعائلتكم. اوكي هلا بدي اضغطهم لتحت لحتى اجيب معلقه تانية غير هيدي. جبت التشوبستيكس، حسيت اسهل انه عن طريق التشوبستيكس اضغطهم لتحت. ايدين الاكل الصيني. على فكره انا ما بحب التشاينيز فود، بعرف في ناس بيحبوه حتى لو كان نباتي. اصلا نباتي مش منطقي. تشاينيز فود يعني سمك واعشاب بحريه، ما بينفعش اللي بيقولك خضار بالخضار، وهذا مش منطقي. هذا اختراع للي بيحبوش السمك من الاخر. طيب هلا بنحط نغطي الوجه بالشوكولا. انا عم استطعمي هلا قبل ما تبرد. ليه؟ لاني اكلت حبه بندقه مع شقفه شوكولا كتير يمي، كتير طيبه. فينا نعمل هيك. هلا خلينا نشوف القالب شو صار فيه ونرجع بنكفي. هي برد قلب الشوكولا وطلعناه من الفريزر. شايفين معرق لانه كنت بالفريزر حطيته عشان اسرع، بس اذا حطينا بالبراد ما بيعرق هالقد. هلا فينا نخليه برا البراد عادي. هلا بدي قصه. اوكي خليني بسم الله الرحمن الرحيم. انتبهوا لما تفتحوا تشيلوها من القالب بلشوا بالطرف تزيحوا الطرف شوي عليها، يعني تزيحوا الطرف هيك 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 من كل ميلة، بعدين تطلعوها شوي شوي من كل ميلة. وهي شقفناها ليكو. اوه هيك ما احلى. شايفين ما احلاها؟ خليني شقف كمان شقفتين وجيب اللي مع البندق وفرجيكم اياهم. وهي النتيجة النهائية بعد ما قصقصت الحبات. ليكم احلى منظرهم. حبوب الفستق الحلبي مكسر بيغني الطعمة. تمام. وهدول الحبوب اللي بقلبهم بندق. ليكم احلى منظرهم. على فكرة فينا نعمل بقلبها شوكولا دبي بس بدها تبقى اسمك كرمال تعرفوا تحشوها. هاي منظرها. شايفين ما احلاها بعد ما قصقصناها؟ بضل برا البراد. هلا نحن حطيناها بالبرد بس لبردت، هلا خلص مش بحاجه. بنصحكم تجربوها كتير طيبه. عبيت ايدي سوري متاسفه. المهم هاي صارت الطريقه عندكم.
طعم خيال، اطيب من بالسوق بمليون مره. بنصحكم تجربوها، عن جد اطيب من السوق. الحلاوه كتير ظابطه. هلا زبده الفستق الحلبي هيك منا حلوه، منا طيبه لحالها صراحه، انا ما حبيتها، بس مع الشوكولا واو طعم خيالي والتكستشر بجنن، مع اضافه الفستق الحلبي بيعملها كتير طيبه. وهاي بوب الشوكولا اللي بقلب البندق. قلت لكم الحلو فيها لما انتوا تعملوا البيت تبقى غنيه بالمكسرات والطعمات اللي بدكم اياها. كمان الشوكولا طيبه والبندق المحمص بجنن مع بعضهم، اصلا الشوكولا والبندق رفقات. بس برجع بقول شوكولاتة دبي شغل البيت طعمها خيال، كتير اطيب من اللي بالسوق. ما بقى اجيب من تبعت السوق، الحلو اقل بس النكهه بتاخد العقل. بنصحكم تجربوا شوكولاته ستيفيا لتعملوها، مش الشوكولاتات التانية اللي محلية وغير تحليات، لا شوكولاتة ستيفيا اللي محلية بالستيفيا، طعمها مع الحشوة الشوكولاتة دبي بتجنن، تاخد العقل. كم احلى منظرها، كتير طيبة. انا متأكدة حتعجبكم يا رب، وتغني سفرتكم وريتوا الصحة وهنا.